في علاقه مباشره ما بين كميه السكريات الكتير اللي احنا بندخلها في الاكل وما بين السمنه. والسبب هنا لان السكر يعتبر من الامتي كالوريز، بمعنى ان هي فيها سعرات كتير جدا وقيمه غذائيه قليله، فلما بنيجي نستهلكها بشكل كبير جسمنا بيخش له سعرات كتير جدا اعلى من احتياجه، والموضوع ده بيسبب السمنه. الحاجه الثانيه ان الاستهلاك الكبير للسكريات بيؤدي لحاجه اسمها مقاومه الانسولين، بمعنى ان البنكرياس عندك ما بيبقاش بيشتغل بصوره سليمه. وطبعا مقاومه الانسولين دي بتبقى المرحله اللي لو ما عرفناش نسيطر عليها للاسف بتودينا لمرحله ثانيه وهي السكر من النوع الثاني. الحاجه الثالثه ان السكريات الكتير دي مش بتبقى موجوده في صوره السكر بس، يعني مش بتبقى موجوده في السكر الابيض بس. لو انت متعود ان انت بتشرب صودا وبيبسي كتير، البيبسي كتير دي بيبقى فيها نسبه سكريات كتير جدا. لو انت متعود ان انت بتاكل جانك فود كتير او بتاكل اكل من الشارع كتير، الجانك فود واكل الشارع عموما بيبقى فيه نسبه كربوهيدرات كتيره وبيبقى فيه نسبه دهون مشبعه كبيره، والسعرات العاليه دي جسمك اصلا مش محتاجها، وفي الاخر للاسف بنصاب بالسمنه. عشان نعالج السمنه لازم نركز ان احنا نعالج العادات الغذائيه اللي وصلتنا للسمنه. ما نجيش مثلا مره واحده، يعني انا ما اجيش اصحى من النوم مره واحده اقول انا مش هاخد ولا معلقه سكر في اليوم، خلاص مش هشرب بيبسي دايت تاني، انا خلاص مش هاكل من الشارع تاني، انا خلاص مش هاكل جاتوه ولا تورته ولا حلويات ولا اي حاجه. الحل مش ان انا اخد قرار ان انا امنع كل حاجه مره واحده، قد ما